عافية. احنا امبارح وصلتنا مناشدة من الأخ أبو رامي في منطقة خان يونس الزنة. طبعا احنا من واجبنا الإنساني حبينا نزور أبو رامي لنعرف وضعه ونزور ونشوف ايش القصة اللي بعيشها، حتى نحط الناس في الصورة اللي هو بعيشها والواقع المرير اللي هو بعيشه واحنا شفناه على أرض الواقع. يعطيك العافية يا أبو رامي. الله يعافيك. كيف الأمور؟ طمنا عنك. الحمد لله رب العالمين، نشكر الله ونحمده على كل حال. أبو رامي، يعني وضع كتير صعب، كان الله بعونك. يعني احنا اجينا هان وشفنا الاشي بعيننا، يعني عجز الكلام عن الكلام زي ما بيقولوها. يعني الحقيقة مرة للأسف، ما في أي مقومات للحياة عندك هان. فإحنا اجينا يعني لحتى ننقل رسالتك للناس اللي هم أصحاب القلوب الرحيمة. تمام؟ فبدنا منك أنت تحكي عن واقعك، تحط الصورة اللي أنت بتعيشها الحقيقية للناس هذول. تفضل. يزيد فضلك. أنا اسمي عارف أبو يوسف، الأصل من مواليد الوسطى، من غزة، مواليد غزة، لكن عشت بالقدس وابعدوني من السجن لجرم. أنا يعني بنعد إنه جرم بنظر الاحتلال، لكن أنا ما سويتش، يعني أنا سويت حاجة للشر في البلد وانحبست ورحلوني على غزة. عندي ولدي، بنتين وولد بالقدس، وعندي الأطفال هذول زي ما أنتم شايفين. صار لي 15 سنة ونحين بالسنة 16 وأنا مشتت من بيت لبيت، من بيت لبيت. يعني حتى يعني لو شيكل لاولادي على المدرسه ما في، وانا بني ادم مريض ما بقدر اطمن من ظهري. فاهم كيف؟ فبناشد يعني الناس اللي ضميرهم حي، ونشدت اسماعيل هنيه ابو العبد رئيس الوزراء، وبعثت له كتاب على بيته انا بنفسي، ورحت انا ومرتي واولادي الساعه 5:30 الفجر، منعوني اقابل السيد اسماعيل هنيه ابو العبد بعد صلاه الفجر، واقسم لي يمين رئيس الشفت تبعه، وكلهم شباب كبار، يعني مش يعني تقول جنود صغار بالعمر، لا كبار بالسن. واقسمني يمين وعاهدني بالله انه يوصل الكتاب هذا قبل ما يسافر سياده رئيس الوزراء ابو العبد، يسافر على قطر ب10 ايام. ونشدت السيد الرئيس ابو مازن مرتين، وما حتى الان لا حدا طلع لي ولا حدا وصلني ولا حدا طلع لي بعين الرحمه، انا والاطفال هذول. 16 سنة 15 سنة وانا عايش مشتت، كل بيت 5 6 شهور 4 شهور برتمي بالشارع. لعند الحين ضايل لي 3 ايام وارتمي بالسقعة هذه، والاربعانية ارتمي بالشارع انا واطفالي. فمش عارف ايش اسوي، ايش اعمل. طيب، حكيت لنا ان انت اخر موعد عندك في الايجار هان بعد 3 ايام. صحيح. بعد 3 ايام انت اكيد حتطلع من هان بالشارع. شو حتعمل؟ أنا بني آدم بخاف الله، بخاف الله. يعني أدنى متطلبات الحياة للأطفال مش موجودة ومش حاصلين عليها. أقسم بالله العلي العظيم إن حين هذا الأسبوع الثاني ما في ببيتي أكل. الناس بتصدقوا علينا، كل وين الناس اللي بيتذكرونا بيبعتوا لنا أكل، حاجة إشي زي هيك من أهل الخير، لا بنعرفهم ولا بيعرفونا. فمش عارف إيش أحكي لك، يعني مش قادر اعبر لك على المأساة اللي احنا عايشينها، وكل هذا بهون. يعني بسمع بانهم بيسلموا شقق للاسر الفقيره، وين هذا؟ انا رحت على المبنى هذا، قالوا لي لما تسمع بسجلوا تعال سجل. مش عارف لمين اتوجه، اتوجهت لعده مؤسسات، لعده جمعيات على الفاضي، لجمعيه السنيه على الفاضي. يعني حدا يتكفلنا نعيش عيشه كريمه ما قدرناش، ومش واصلين للحاجه هذه. فعندي أنا 3 أيام ضايل برتني بالشارع. أنا بني آدم بصلي وبخاف الله، أولادي كلهم بيصلوا الفجر حاضر الحمد لله رب العالمين. فيعني ما ضمش قدامي مجال إن أنا أمحي الأسرة هذه من سجل المدني، هي اللي فاضل قدامي. كيف تمحيها يعني؟ يعني يا بنعيش بكرامة يا إما بموت أولادي. مش عارف حرام روحوا هيك كذا. مش ولاد البلد هذول، مش بكره بخشوا الجيش الفلسطيني، مش محسوبين فلسطين هذول. وين ابو باسم؟ وين القيادات الشريفه المقاومه؟ مش حرام يموتوا هذول؟ انا اقسمت يمين بالله اذا ارتميت بالشارع المره هذه غير اعدمهم.
حرام عيلة كاملة تضلها تشتت زي هيك. هذا مش حرام يروح ما يروحش على المدرسة؟ لما بروحوا على المدرسة ومعهم الشيكل شيكل انه يروح على المدرسة معوش شبشب الله يعزك او كندرة يلبسها بوت ما فيش، وين بالسقعة وفيش بوت عندهم ولا حاجة. ما بدنا ولا حاجة بس استرونا. احنا بطلب من اهل الخير وكل بني ادم ضميره حي وكل مسؤول بخاف الله يطلع للأسرة هذه. وانا بناشدكم لاخر مرة، وهذه الخطية والامانة حتتعلق برقابكم الى يوم الدين. واذا انا عدمت الاولاد هذول انتم المسؤولين عن الكلام هذا، انتم المسؤولين عن الكلام هذا. وانا اكثر من هيك ما بقدر اقولكم اني حقتل الاولاد هذول وانهيهم من الحياة وانتحر بعدها. اني حقتل الاولاد هذول وانهيهم من الحياة وانتحر. ما عندي غراف تاني اني احكي لكم اياه. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني زي ما انتم شايفين يعني واقع مزري للاسف. يعني لما يبكي الرجل يعني اعرف انه خلص. للاسف حقيقة مرة احنا بنعيشها زي ما انتم شايفين. يعني راجل اسير هذا اشرف من كل السياسيين. هذا قدم كل حياته في سجون الاحتلال، ولما يخرج من السجن هيك يكافئ. انا لما انحبست ما انحبستش على شيء يعني تافه او حاجه مدنيه، لا انا انحبست امني. انا قمت بطعن عميل او جاسوس بتجسس على الشعب الفلسطيني. طعنته ب3 خناجر ووصل انه يموت، لكن مكتوب له يعيش ما ماتش. انا طلبوا لي 17 سنه بالبدايه ويمكن مؤبد، لكن من كرم ربنا نزلت لسنه وروحوني على غزة، أبعدوني عن أولادي اللي بالقدس. 16 سنة ما شفتش أولادي كشخص، أشوف أولادي 2 وولد صاروا كبار شباب وأنا محروم منهم. للشرط أكبر واحدة عمرها 3 سنين أو 4 سنين. اليوم بنتي الكبيرة عمرها 22 سنة ما شفتهاش وأنا محروم من حرمني الاحتلال من الحاجة هذه. عيسى كراكع وزير الأسرة بتطلع للمدة الزمنية، اما عين الرحمه او الانسانيه او العمل الوطني مش محسوب عنده، مش محسوب عند عيسى كراكع ولا غيره. ايش اسمك يا حلوة انت؟ أميرة. أميرة؟ شو نفسك يا أميرة؟ دار دار ملك؟ وانت شو اسمك؟ يوسف؟ شو نفسك شغلة تعملها يا يوسف؟ بس بدنا دار ملك. دار ملك. وانت زيه؟ لكم التعليق.